السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة 15 رمضان، ما شاء الله اللهم بارك. كل سنة وانتم طيبين وبعود الايام يا رب. طبعا الشهر المفترج يا جماعة دون عمال يجري كده من بين ايدينا. ربنا يعود علينا الايام بخير يا رب. تعالوا بقى النهاردة كده نشوف سفرتنا الحلوة، سفرة اختكم شوشو. كنا عاملين النهاردة كده احلى حواوشي. يلا نخش كده على وصفتنا النهارده واوريكم بقى اختكم عملت ايه النهارده. انا بقى بصراحه رحنا جبنا النهارده العيش كده طازه، ما شاء الله اللهم بارك. والعيش بصراحه كان عاجبني النهارده خالص. فقلنا لازم نستغل كده الفرصه ونعمل شويه حواوشي كده حلوين. كان عندي كده شويه لحمه في التلاجة، ما شاء الله هو بصراحه اقل من نص كيلو. وشويه فلفل قطعتهم طرنشات كده، والخضره بتاعتنا مقطعاها. ودي يا جماعه طماطمايه حلوه كده. وطبعا الحواوشي لازم يكون فيه البصل، بس انا بصراحه كنت عايزه اكتر بصل بس ما رضيتش عشان خاطر ميدو ما بيحبش اي حاجه عليها بصل. وشويه كمون وفلفل اسمر وشويه الشطه. طالما في حواوشي يبقى لازم يبقى في شطه. ما شاء الله اللهم بارك. تعالوا بقى نخش في وصفتنا النهارده، وصفه سريعه وجميله وبسيطه. هنحط كده اللحمه في قلب الصينيه بتاعتنا عشان نعرف نعجن الخليط ده كله في قلب بعضيه كده. هنحط البصل، بصوا في ثواني هنخلص هون. هنحط الفلفل، هنحط الطماطم. نعجن بقى شويه كده حلوين عشان الفلفل والطماطم والبصل مع اللحمه كله كده يدخل، الخضار ده كله كده يدخل في قلب اللحمه. ما شاء الله اللهم بارك اهون. وهنحط طبعا التوابل بقى بتاعتنا، شويه الكمون والفلفل الاسمر. انا بصراحه مش مكتره خالص. نفضل بقى كده ايه نضرب فيهم شويه حلوين. بعد كده اخر حاجه هنحط عليها الخضره. جربوا يا جماعه الحواوشي بالخضره جميل جدا جدا. طبعا الخضار مش وحش، مفيد لاولادنا. انا ربطتين خضره كده قطعتهم وحطيناهم اهو، ما شاء الله اللهم بارك. وما ننساش طبعا معلقه السمنه. هنحط كده معلقه واحده بس كده سمنه. طبعا اللحمه فيها دهون، انا بس هي معلقه واحده كده سمنه بس كده. نفضل بقى نضرب كده كويس اهو. بصوا يا جماعه ما شاء الله اللهم بارك، زي ما انتم شايفين كل الخضار دخل في قلب اللحمه. والله يا جماعه بعد ما فكرت، انا كنت بصراحه عايزه افكر ان انا اعملها كفته، بس عشان طبعا كنت مفتحه كده العيش. ان شاء الله نجربها معاكم الكفته. بص بقى احنا نكور كده الكور اهيون، وهنحشي بقى كده بيها العيش. ما شاء الله اللهم بارك. جميله اهو يا جماعه. بصوا احلى حواوشي بصراحه، وكان ريحته ما شاء الله اللهم بارك. وريحه اللحمه بصراحه مع البصل مع الفلفل مع الطماطم مع التوابل، بصراحه كانت ريحتها جميله. مع معلقه السمنه بقى بصراحه عملت لها برضو ريحه. احنا كده نوسع بقى لنفسينا كده اهو. كان فطار النهارده بصراحه جميل جدا جدا. يعني رغيف الحواوشي ده يا جماعه لو هنشتريه من بره بيبقى طبعا غالي. احنا طبعا عملناه في بيتنا، حاجه نظيفه انت عاملاها في بيتك بايدك. عايزه اقول لكم بقى كانت الساعه 5:15 دلوقتي، يعني خلاص فاضل على المغرب ساعه او ساعه الا ربع يعني يعتبر. انا في ثواني كده خلاص بقى قربنا نخلص اهون. الحواوشي يا جماعه ما بتاكلش غير وهو سخن. الحواوشي لو برد وخلاص كده ما بتاكلش، ملهوش اي لازمه. انا قلت اخر طبعا نفسي كده شويه عشان خاطر المغرب لما يقدم يبقى الحاجه معايا سخنه. ما شاء الله اللهم بارك. بصوا يا جماعه عملنا كميه حلوه كده. بصوا ما شاء الله، والعيش جميل جدا 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 بألف هنا وشفا. عايزه اقول لكم بقى كان حامي جدا حراق خالص. ولادي قالوا لي بصراحه هو حلو بس حراق شويه.
عشان كمية الفلفل، وكمان حطيت عليه الشطة. ما شاء الله اللهم بارك. يلا بقى نروح نحط على البوتاجاز عشان خلاص المغرب هيقدم. جبنا الصينية وحطينا فيها كده معلقة سمنة اهو، وتخليها كده تتقدح كويس. وهنحط الرغيف اهون في الصينية. بصراحة انا مرضيش ان انا احطه في الفرن عشان ما ياخدش مني غاز كتير، قلت هسويه كده في البوتاجاز من فوق في الصينية في ثواني زي ما انتم شايفين اهو. نفضل بقى نقلب فيه كده تقليبتين حلوين. حط اللايك لاختك شوشو، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك عشان عيلتي طبعا مش هتكبر غير بيكم. خلاص يا جماعة، فاضل بتاع ربع ساعة على المغرب. ولادي بقى عمالين يقولوا يلا يا امي يلا يا امي، قلت لهم حاضر والله في ثواني الاكل هيتعمل. حطيت طبعا احلى سندوتشات حواوشي على سفرتنا. بصوا يا جماعة اللون طبعا ذهبي ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتم شايفين. اتفضلوا معانا يا جماعة، مين هيقول هاتي سندوتش حواوشي يا شوشو؟ وخلاص طلعنا اول رغيف. هنحط في ثواني كده برضك هندهن الصينية تاني سمنة، وهنقلب. هنفضل نقلب فيها عشان خاطر ما يتحرقش مننا ويدينا اللون الذهبي الحلو. بصوا في ثواني يا جماعه اهو، انا على البوتاجاز من فوق، ولا شوي ولا حاطينه في فرن ولا ولعنا فرن ولا اي حاجه خالص. سويناه كده من على البوتاجاز ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتم شايفين. اكتبوا لي بقى في الكومنتات يا جماعه ايه رايكم في سندوتشات الحواوشي الحلوه ديت. يلا بقى نجهز كده سفرتنا على طول، خلاص ما بقاش هي بتاع 5 دقايق على المغرب. ايه دي يا جماعه سندوتشات الحواوشي ما شاء الله اللهم بارك. وطبعا كنت عامله جنبيها شويه مكرونه سباكيتي، وقاليه جنبيها فلفل وبتنجان وشويه سلطات. ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتم شايفين. وعصيرنا النهارده كان فراوله بصراحه. اتفضلوا معانا احلى عيله واحلى اخوات، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. السلام عليكم يا احلى عيله.